سافر إلى 26 دولة دون أن يدفع أي سنت، اشتغل طيارا، طبيبا ومحاميا دون أن يمتلك أي شهادة جامعية، مليونير قبل عمر 21 عاما، ومطلوب للعدالة في 12 دولة، المحتال الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. قصتنا اليوم عن عبقري ونابغة لكن في مجال الاحتيال والنصب. بطلنا اسمه فرانك ويليام أباغنيل جونيور، من مواليد 27 أبريل عام 1948 في برونكسفيل ضواحي نيويورك. كان الابن الثالث من أصل 4 أبناء لأب أمريكي وأم فرنسية كان التقيا في مدينة وهران الجزائرية. أباغنيل كان يتمتع بحياة مستقرة وهادئة، وكان قريب جدا من أبيه الذي يعتبره مثله الأعلى، خصوصا أنه كان رجل أعمال ناجح ومتهرب ناجح من مصلحة الضرائب. بعمر 16 سنة ستنقلب حياة أباغنيل رأسا على عقب بعد قرار والديه بالانفصال بسبب مشاكل واجهت أعمالهما. أباغنيل لم يتحمل هذا القرار وكان تائها في اختيار مع من سيعيش من والديه. بعد كل هذه المشاكل قرر أن يترك كل شيء ويسافر إلى نيويورك ويعتمد على نفسه. خلال رحلة هروبه كان يحمل معه شيئان فقط: بطاقة بنكية تتضمن القليل من الدولارات ودفتر شيكات. الحياة في نيويورك لم تكن سهلة، ما اضطره إلى العمل في كثير من الوظائف والمهن البسيطة، لكن الأجر كان زهيد جدا بسبب عمره الصغير، لأنه لا أحد كان سيدفع له راتبا كاملا وهو في سن المراهقة. هو فهم هذا الأمر جيدا وتذكر ما كان يقوله زملاؤه حول شكله الذي يبدو أكبر من عمره بكثير. بطلنا قرر أن يزور تاريخ ميلاده، فبدل الرقم 4 وضع الرقم 3 ليصبح مزدادا في سنة 1938 بدل 1948، ويصبح عمره 26 سنة بدل 16 سنة. خطة تزوير تاريخ ميلاده بالفعل نجحت، وبالفعل اشتغل بتاريخ ميلاد مزور وبراتب أفضل من الرواتب الأولى، لكن رغم كل هذا لم يكن الراتب يكفيه في مدينة مكلفة مثل نيويورك، فكان من فترة إلى فترة يستخدم دفتر شيكاته لتعويض نقص الراتب، لكن بشكل قانوني بطبيعة الحال. مع مرور الوقت كانت الأمور تتعقد أكثر فأكثر، فقرر أن يلجأ لصرف شيكات بدون رصيد، وكان ينتقل من موظف إلى موظف ومن بنك إلى بنك ليحاول أن يصرف شيكاته. بعض محاولاته نجحت والأخرى باءت بالفشل، وتذكروا أن في ذاك الوقت لم يكن هناك نظام آلي يتعرف على الشيكات المزورة بشكل سريع جدا. في يوم من الأيام وبالصدفة بقرب من أحد الفنادق شاهد أباغنيل طاقم طيران مكون من طيار ومساعده وبعض المضيفات. أباغنيل كان معجب بما شاهده، وكان يقول مع نفسه: لو كنت طيار لسافرت إلى كل بقاع العالم، ولسكنت في أفخم الفنادق، وأكلت أفضل الطعام، ولصرفت حتى كل الشيكات دون أي تعقيد. أباغنيل وبما أنه كان في عمر المراهقة، عمر الاندفاع، بمجرد ما تكونت عنده الفكرة قرر أن يمر إلى مرحلة التنفيذ. فأول شيء فكر فيه هو في كيفية الحصول على بذلة طيار. أول شركة خطرت بباله هي شركة بان آم للطيران، إحدى أكبر الشركات في ذاك الوقت. اتصل بهم وعرف نفسه بأنه مساعد طيار لدى شركتهم، وبأنه فقد البذلة الخاصة به. وبالفعل شركة بان آم دلته على الشركة المصنعة لزي الطيارين، وبهكذا بساطة تحصل على زي طيار رسمي لدى شركة بانام. بل أكثر من هذا، حول ثمن البذلة على حساب شركة بانام على أساس أن تقتطع من راتبه، وهو أصلا ليس بموظف ولا طيار عند هذه الشركة. بعدما نجح في توفير زي الطيار، انتقل للخطوة المقبلة وفكر في كيفية الحصول على بطاقة طيار رسمي. بطلنا الداهية وبقليل من البحث اكتشف الشركة المصنعة لبطائق موظفي شركة بان آم. اتصل بهم وقدم نفسه بأنه صاحب شركة طيران ويريد طباعة بعض البطائق لموظفي شركته، وأخبرهم بأنه معجب ببطائق شركة بان آم للطيران. بعدما رتب موعدا معهم وأقنعهم بالاطلاع على بعض النماذج للبطائق التي يصنعونها والتي من بينها شركة بان آم، طلب منهم بحكم أنه زبون جديد، طلب منهم بطاقة تجريبية مشابهة لبطائق شركة بان آم من أجل الاطلاع على الجودة مباشرة. وبالفعل الشركة طبعت له بطاقة باسم فرانك تايلور، الاسم المزيف الذي قدمه لهم
وبصورته أيضا، لكن البطاقة لم تكن تتوفر على اسم الشركة ولا على رمزها. بسيطة، بما أنه كان قد شاهد مسبقا بطائق شركة بان آم أضافهم بنفسه وفي المكان المطلوب والمناسب. عندما استطاع أن يوفر البذلة والبطاقة بدأ يدخل المطارات من أجل أن يستأنس بجوها ويتعلم بعض المصطلحات الخاصة بالطيارين. وخلال هذه الفترة استمر في صرف شيكاته المزورة، لكن هذه المرة ببذلة طيار التي عززت ثقة الأبناك فيه لدرجة وصل لصرف مبالغ طائلة دون أي مشاكل. بعدما اعتاد على جو المطارات وتعرف على أنظمة الطيران، قرر أن يأخذ أول رحلة طيران. بطبيعة الحال ليس كطيار أو مساعد طيار، إذن كيف؟ في عالم الطيران توجد ميزة تسمى الديد هيدنج، ميزة تسمح للطيارين بأن يسافروا عبر أي رحلة طيران من أجل الانتقال لمكان عملهم التالي. هذه الميزة استغلها أباغنيل خير استغلال، وظل ينتقل من منطقة إلى أخرى ومن مكان لآخر، وكان يسكن في أفخم الفنادق ويأكل أفضل أنواع الطعام بالمجان. بجانب حياة الرفاهية التي كان يعيشها، كان مستمرا في صرف شيكاته في كل الدول التي يحط الرحال فيها دون أدنى مشكل. وبما أنه كان غير مستقر في مكان واحد، وبما أن أيضا الشيكات المزورة كانت تأخذ حينها وقتا طويلا من أجل التعرف عليها، كان من الصعب تعقبه. استمر أباغنيل في النصب والاحتيال بصفة طيار لمدة 2 وهو لم يتجاوز 18 من عمره. استطاع أن يسافر عبر 250 رحلة إلى 26 دولة مختلفة. بعد هاتين 2 استشعر أباغنيل الخطر وأحس بأن أمره بات قريبا من أن يكشف، خصوصا أن وجهه بدا مألوفا كثيرا والرحلات كانت تتكرر. فقرر أن يبتعد عن مجال الطيران وتوجه لمدينة أتلانتا، وفيها استأجر شقة لمدة طويلة الأمد. من شروط هذا النوع من الإيجار الإدلاء بكافة المعلومات الشخصية ومن بينها المهنة. أباغنيل ادعى هذه المرة أنه طبيب أطفال وأنه في إجازة من أجل أن ينهي بعض أبحاثه المهمة. الأمور كانت تسير بالشكل الذي يبحث عنه أباغنيل، حتى يوم من الأيام سمع باب شقته يدق. لما فتح الباب وجد أن الطارق هو أحد جيرانه، كان استشاري طب أطفال في أحد المستشفيات بأتلانتا. أباغنيل في البداية كان خائفا من أن تكشف كذبته، لكن جاره الطبيب لم يكن من النوع الفضول، كان يريد فقط أن يوجه له دعوة من أجل زيارة المستشفى الذي يشتغل فيه. أباغنيل كان يتهرب من دعوة جاره الطبيب في كل مرة، لكن كان يحضر نفسه دائما لأي طارئ. فأول شيء قام به هو تزوير شهادة طب من جامعة هارفارد وبعض الشواهد الأخرى المتعلقة بمجال الطب، وكان من حين لآخر يدرس حول طب الأطفال ويتعرف على بعض المفاهيم الطبية ليكون جاهزا لأي طارئ. بعد فترة من الزمن وبعدما أحس بأنه قادر على تلبية طلب جاره الطبيب، بدأ يزور المستشفى، وهناك تعرف على بعض الأطباء وبعض الممرضات. في واحدة من زياراته عرض عليه مدير المستشفى العمل بحكم أن أحد الدكاترة لن يستطيع الحضور لمدة 10 أيام، وطلب منه أن يغطي هذه الفترة. في البداية حاول التهرب، لكن سرعان ما اقتنع بعدما فسر له طبيب المستشفى بأن مهمته ستقتصر على الإشراف على بعض الممرضات وبعض الأطباء المتدربين. أباغنيل كان خائفا من مخاطر هذه المهنة، لكن في الوقت ذاته وجد أن التحدي مثير، فوافق على عرض المدير وسلم له شواهده المزورة وبدأ العمل. بعد انقضاء الفترة التي كان مقررا أن يغطيها وبشكل غير متوقع، طلب منه مدير المستشفى الاستمرار معهم في العمل، لكن هذه المرة بشكل رسمي. أباغنيل وافق واستمر في انتحال صفة الطبيب. ومن بين الأسباب التي جعلته مستمرا في وظيفة حساسة مثل هذه هي الطريقة التي ابتدعها. كان يسمح للأطباء المتدربين والممرضات بأن يتكلفوا بالحالات التي تصل المشفى، وكان يعطيهم الحرية ومجال واسع للتصرف دون أن يطلبوا استشارته. بعد 11 شهرا قضاها منتحلا لصفة طبيب دون أي مشاكل. تمت المنادات عليه في أحد الأيام لقسم الطوارئ. الحالة كانت معقدة، وبما أنه كان المسؤول الأكبر فهو الشخص المناسب لحل هذه المشكلة. بعدما وصل لغرفة العمليات لم يتحمل النظر للطفل الذي كان مصابا إصابة بالغة، وتغيرت
ظهرت ملامحه وبدأ يتصرف بشكل غير طبيعي. بعدما اتضح أن المتدربين كانوا متفقين على رأي واحد أعطاهم الضوء الأخضر لإجراء العملية، ولحسن الحظ كل شيء مر في سلام. بعد هذا الحادث أحس بالندم، وكان يرى بأن موقعه هذا بإمكانه أن يعرض الكثير من الناس للخطر، فقرر أن يقدم استقالته من الطب. مسيرة أباغنيل لم تتوقف هنا، وظل ينتقل من ولاية إلى أخرى من أجل أن يحتال على الناس، وبنفس الطريقة التي اشتغل بها كطيار وطبيب صور وثائقا أخرى واشتغل بها كمحام وكمساعد أستاذ في جامعة بيرغهام. طيلة كل هذه السنين كانت ال FBI والشرطة الدولية الانتربول تلاحقانه، لكن دائما كان متقدما عليهما بخطوة بسبب أنه كان يغير اسمه وهويته باستمرار. بعدما جال دولا عديدة قرر أن يستقر في موطن أمه فرنسا، وهناك كانت نهاية رحلة أباغنيل مع النصب والاحتيال. وبالضبط في عام 1969 تم إلقاء القبض عليه من السلطات الفرنسية بموجب مذكرة بحث دولية، وبالفعل قضى عدة أشهر في السجون الفرنسية. وكانت سلطات 11 دولة أخرى قد طالبت بتسليمه لها، من بين هذه الدول السويد التي أمضى فيها كذلك عدة أشهر بسبب الشيكات التي كان يزورها. ولكم أن تتخيلوا المبلغ الذي استطاع أن يجمعه من خلال هذه الشيكات المزورة: 2.5 مليون دولار. بعدما قضى فترة سجنية في أوروبا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت حكما عليه ب12 عاما، قضى منها فقط 4 سنوات قبل أن تعرض عليها ال FBI العام من أجل التحقيق في قضايا النصب والاحتيال. فرانك أباغنيل يعيش الآن حياة هنيئة برفقة عائلته، وهو مستشار وخبير أمني يساعد الكثير من الشركات في كشف الوثائق المزورة، ومن خلال عمله استطاع أن يراكم ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. في سنة 2002 أنتج حول قصته أحد أكبر وأضخم الأفلام الهوليودية الذي كان تحت اسم Catch Me If You Can، وكان من بطولة ليوناردو دي كابريو وتوم هانكس. الفيلم حقق نجاحا باهرا ورشح لجوائز كثيرة. أتمنى أن القصة عجبتكم، وإن كانت كذلك شاركوها مع أصدقائكم، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. إلى اللقاء.